ولنورس. لاعب بوزيشن 18-13 النتيجة. 4 دقائق 7 ثواني متبقي. هجمة لمصلحة التجارة. خوليو على اللو بوست، ممكن 1 على 1. دوران نايس فيك، يحصل على الخطأ. حلو هالفوت وورك الأخير، عمل جيد من هذا اللاعب أسفل السلة. كسب خطأ من نورس ضرار، اللاعب اللي عنده افريج تسجيل نقطة مع 10 ريباوند و3 اسيست. ارقام جيدة لهذا المحترف. ايضا الاستقرار على المحترفين حاضر في تشكيلة التجارة. رينالد بيكر وخوليو متواجدين منذ بداية الموسم. هذا خوليو 5 نقاط حاليا، لكن عدة خطأين وحذار يا خوليو. تعود الكرة لنورس بالانسايد، نايس اسيست. ضاعت الكرة، كان ممكن التصويب والتسجيل على مستوى الايزي باسكت، لكن ضاعت على اللاعب انتوان ويجنز. هذا الحر ميثم حاضر في تشكيلة فريق الشرطة. نعود من جديد، كرة بالهاند اوف. احمد حمزة، خوليو ممكن ان تتصرف بالكرة يا خوليو. دوران تصويب، ضاعت الكرة. عفوا هو اخذ الستيبس الى الخلف. ركان عثمان نايس اسيست بالانسايد. ضاعت الكرة، ضاعت على الحر ميثم وعلى اللاعب ركان عثمان، لكن فكرتها حلوة. ركان عثمان نعتبره هو الجندي المجهول في كتيبة فريق الشرطة، يعني يكون له دور مهم في نتائج الفريق الإيجابية. تبقى الحيازة للقيثارة. كرة بالانسايد، نورس بالفيزيكال موف يسجل. أداء مثالي جدا لنورس ضرار. داخل بأجواء اللقاء نورس، داخل المباراة على عاتقه الآن. فارق 5 بوينت. خوليو دخول، ضاعت الكرة. جيمس جاستس إلى نورس. نورس كاتش اند شوت، اول فاير. نورس ضرار. حلوة يا نورس، تحمل المسؤولية حاليا. تصويبة رائعة جدا من الداون تاون، شاهد على الإعادة. ويا نورس يعطي التقدم أكثر وأكثر مصلحة فريق الشرطة. الشرطة 23 نقطة، التجارة 15 مع وجود تايم اوت ووقت مستقطع. عودة من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين، تكملة أحداث هذا اللقاء بعد انقضاء زمن التايم اوت. قبل التايم اوت أكيد كانت هناك شخصيات عديدة للفريقين، لكن نورس ضرار كان هو الاسم الأبرز في بداية هذا اللقاء. نورس ضرار أفضل المسجلين إلى غاية الآن، 23-15 النتيجة، دقيقتين 50 ثانية متبقية. كرة بحيازة فريق الشرطة، كرة من السايد لاين من الحد الجانبي. بداية هجمة دبل جي جيمس جاستس. يمكن اللعب على سيت اوفنس. هل هناك موشن معين في هذه الهجمة؟ الصافرة تحضر. خطأ حاضر لمصلحة فريق الشرطة، خطأ بإشارة من الحكم وهران حبيب. يتجدد زمن الهجمة أيضا 14 ثانية. الكرة بحيازة جيمس جاستس.
كرة ومحاولة على 3 بوينت. حرميثم أضاع الكرة. ريباوند الدفاعي لمصلحة علاء سليم، ونقل الكرات إلى شقيقة صفاء سليم. حاضرين كأشقاء أكيد في هذا الفريق في هذا الموسم. رينالد بيكر لم يظهر إلى غاية الآن. ضاعت الكرة بالإنسايد. نايس أسيست حلوة لعلاء سليم. بالاند وان أيضا يسجل، لكن قبل ذلك كان هناك أسيست ولا أروع ولا أجمل. الفينجر تيب شاهد مباشرة. خوليو إلى علاء سليم والفينش حاضر والتكملة حلوة لعلاء سليم. مثل ما تحدثت من وجهة نظري هو اللاعب الأبرز في تشكيلة فريق التجارة. أكيد أيضا هناك لاعبين نشطين، أتحدث أحمد حمزة، أيضا أسماء قوية بالنسبة لفريق التجارة، فريق الذي يستحق كل التحية والتقدير. فريق تصدى للمشاركة. درايف كيك ذا بول أوت. أنتوان ويجنز سجل بنجاح أيضا. زيادة الفارق حاضرة. أنتوان ويجنز أيضا 8 نقاط، ثلاثية واحدة. كرة مع علاء سليم أيضا. علاء ممكن أن يتصرف بالكرة، ضاعت بالجامب هاك. الكرة أسفل السلة. كرة مشتركة بين الفريقين. السلامة للحرميثم. ياخذ على أرضية الملعب. حاضر أيضا لفريق التجارة، لكن قبل ذلك كان هناك سقوط للاعب الحرميثم الواضح أمامنا بالصورة. شاهد أيضا تدخل المعالج حاليا. بالسلامة والشفاء العاجل للاعب الحرميثم. هناك التواء بالكاحل. بانتظار عودة تدخل الكادر الطبي لفريق الشرطة في هذه اللحظات. لقطات ما أتمنى أشوفها أبدا للاعبينا في دورينا أيضا لهذا الموسم. إصابات عديدة لبعض الأندية، بعض اللاعبين. مستوى فريق الكهرباء أيضا إصابة للاعب مصطفى ثائر، أيضا مصطفى شهاب صيف في لقاء سابق. على العموم عودة الحرميثم حاليا، أو عفوا كان بالسلامة. أتمنى أن تكون إصابة خفيفة. يساند اللاعب الحرميثم. أكيد البدلاء حاضرين بالنسبة لفريق الشرطة. تواجد حسين زهير، أيضا علي عباس. إذن خيارات متعددة لمدرب الفريق الكوتش خالد يحيى. هذا نورس ضرار الام في بي الى غاية الآن. ثلاثيات عديدة لهذا اللاعب في هذا اللقاء. أيضا أسفل السلة سجل أكثر من مرة. أيضا قاعد أشاهد دخول لي حسن عباس. جاستس بالانسايد. نايس فيك. لاعب فيري سمارت باللقطة الأخيرة. شاهد الابتسامة حاضر. نايس فيك. ربح الخطأ بذكاء شديد. هذا دائما ما أتحدث عنه. أكيد لاعب السلة لازم يمتلك الاي كيو حتى يقدر يمارس هذه اللعبة. لازم يكون لاعب ذكي وموهوب في نفس الوقت. ونورس ضرار هو أكبر مثال. رميتين حرة لنورس. الأولى ضاعت. احتسب الحكم خطأ متعمد. راح يكون هناك رميتين وحيازة. نعم، قرار التحكيمي. الآن سبورتمان لايك فاول لمصلحة نورس ضرار. تبقى الحيازة لمصلحة القيثارة. كرة ومحاولة. أحمد فرحان في أول دخول في هذا اللقاء. أحمد درايف يحصل على الخطأ. حرة للاعب أحمد فرحان. هذا أيضا لاعب الخبرة، لاعب منتخبنا الوطني سابقا. شاهد على الإعادة. هذه لقطة الخطأ. كان
هناك هيلب دفاعي من علاء سليم وخوليو على الرغم من الملازمة الدفاعية من أمير عادل لأحمد فرحان. أولى الرميات أحمد فرحان ضاعت تصويبات اللاعب أحمد فرحان. تعود الكرة للتجارة. خوليو كرة على اللو بوست. رينالد اختراق أمير عادل بوينت. ضاعت الكرة. ضاعت اللاعب أمير عادل. رابع لقاء لأمير عادل اللي انضم حديثا لفريق التجارة. ممكن أن نشاهده في دوري الدرجة الأولى رفقة فريق آليات الشرطة، لكن استقطب الكوتش علي عبد الله في هذه اللقاءات المتبقية مع وجود رميتين أيضا أو عفوا نقطتين لمصلحة جيمس جاستس. لاعب من نظري لم يدخل أجواء اللقاء لغاية الآن، لاعب خطير جدا على مستوى الثري بوينت. كرة للتجارة في الهاند اوف. حسن عباس ممكن تصويب. ضاعت الكرة. صعبة جدا. طاف شوت ضاعت على فريق التجارة. تعود الكرة إثارة أنتوان فلوتر. الكرة ثاني الفرص آخر الثواني. لونج باس من هاف كورت تحت الصافرة. تنهي أحداث الفترة الأولى بتقدم فريق الشرطة بفارق 9 نقاط. إثارة 29 التجارة 20. استراحة قصيرة ومن ثم العودة لتكملة أحداث هذا اللقاء. لا تذهبوا بعيدا لدينا المزيد. من جديد أحبتي المتابعين والمشاهدين، تكملة أحداث هذا اللقاء. بداية الفترة الثانية. الفترة الأولى انتهت لمصلحة فريق الشرطة بفارق 9 نقاط مع وجود ثلاثية رائعة جدا وبالتوجيه الليزري. صواريخ من ريكان عثمان على مستوى الثري بوينت. ريكان عثمان تحدثت عن هذا اللاعب أكثر من مرة، هو الجندي المجهول في كثير فريق الشرطة. كرة بالإنسايد أيضا حسن عباس بنجاح. حلو البول فيك. لاعب نادي الكهرباء سابقا عاد من الإصابة، يتواجد في كتيبة فريق التجارة في هذا الموسم. 32-22 الفارق 10 نقاط. كرة لريكان. نقل الكرات أنتوان ويجنز على الباك بورد. ضاعت الكرة. كرة محاولة جديدة. اللونج باس. نايس اسيست. رينالد بيكر نقطتين. فاست بريك. وش الفارق حاضر حاليا. رينالد أول نقطتين أكيد لهذا اللاعب في هذا اللقاء. نعود من جديد لريكان عثمان. ريكان درايف. نايس اسيست بالانسايد. سجل بنجاح أنتوان ويجنز. لكن قبل ذلك الاسيست من ريكان عثمان. حلو الاسيست الاخير من ريكان والفينش حاضر من أنتوان ويجنز. كرة ايضا رينالد بيكر ضاعت. اين الريباوند؟ امير عادل. نايس اسيست ايضا بالانسايد. علاء سليم. اين الفينش؟ ضاعت الكرة. المباراة اصبحت سريعة جدا. ريكان ايزي باسكت ايزي باكت لهذا اللاعب الواضح امامنا بالصورة. ليس الفارق او عفوا الزيادة بالفارق بالنسبة لفريق الشرطة 7 نقاط اكيد. ريكان عثمان بارقامه الى غاية الان في هذا اللقاء. كرة بحيازة فريق التجارة. علاء سليم جامب شات من المسافة المتوسطة. نقطتين ايضا لعلاء سليم. حلوة يا علاء. اخذ التصويبة من الميد رينج. 36-26. جيمس جاستس 3 بوينت. تحدثت عن هذا اللاعب منذ البداية، قلت لاعب خطير، فما بالك هو أخذ التصويبة أوبن شوت. 5 نقاط لجيمس جاستس. 80 سنتيم طول هذا اللاعب، لاعب خطير جدا على مستوى صناعة اللعب. كرة تعود أيضا أمير عادل. 0 من 2 من المسافة البعيدة على مستوى الثري بوينت. ضاعت على أمير عادل. تعود من جديد الكرة. ورا الضرار فاير هذا اللاعب. ضاعت الكرة. ضاعت أفضل في هذا اللقاء
اللقاء الى غدلان. تعود الكره امير عادل بالفلوتر ضاعت ايضا. استعجال بالفينش ولد الاخطاء ممكن الشو تايم، لكن كره بالاسيست ضاعت على اللاعب احمد فرحان. تعود من جديد رينالد بيكر تهدئه الاوضاع. حلو الدفاع ايضا من نورس ضرار. تعود الكره للقيثاره نورس نايس اسيست فينش غير حاضر في هذه اللقطه. ضاعت لفريق الشرطه. تعود رينالد باكورد بالاند وان يسجل. حلوه لرينالد بيكر تين لمحترف فريق التجاره. هذا الاعاده ربح البادي كونتاكت من جيمس جاستس. اكيد كان هناك مس ماتش ما بينها وبين جيمس جاستس. كان هناك فارق بالطول بين اللاعبين استغلها افضل استغلال. رينالد بيكر يحصل على فرصه الاند وان. رينالد تصويب قصيره ضاعت. 39-28 اقتربنا من انتصاف الفتره الثانيه والشوط الاول. احمد فرحان من الداون تاون لاعب الشوتنج جارد بالخبره وبالتخصص. حلوه لاحمد فرحان 4 نقاط لهذا اللاعب. ثلاثيه جميله جدا لاحمد فرحان. تعود الكره للتجاره. حسن عباس درايف ضاعت الكره. تفوق الهجوم الحاضر في هذه الهجمه. كره من جديد تهدئه الاوضاع. ريكان عثمان الى احمد فرحان. احمد ضاعت من جديد تيرن اوفر. تعود رينالد ممكن سجل النقطتين للتجاره. ايد اليسار يفنش الكره الاخيره واضح امامنا بالصوره. رينالد بيكر لاعب البوينت جارد في تشكيله فريق التجاره. 30-42 النتيجه. فارق 12 نقطه. 6 دقائق تبقى على انتهاء زمن الفتره الثانيه. التجاره بالزون ديفنس 2-3 محاولات. ذوالفقار فاهم سبين موف محاوله ضاعت الكره. تعود التجاره فاست بريك رينالد ايزي باكت نقطتين. حلوه للتجاره. مشاهد جيد في اللحظات الماضيه لفريق التجاره. تقلص الفارق يعود 10 نقاط هو الفارق. كره بالانسايد اسيست حاضر. كيك ذا بول اوت. ريكان بوينت من الكورنر. حلوه لريكان عثمان ايضا اون فاير هذا اللاعب. بالدبل فيجرز حاليا 10 نقاط لريكان عثمان. الاداء الفريقين الفارق لكن للتجاره. كره محاوله فريق الالماني المعتزل ديريك نوفيسكي يسجل. خوليو حسين ايضا تقلص حاضر. كره لاحمد فرحان من كورنر ان اوت. راحت الكره اين الريباوند مع علاء سليم وتتحول. خوليو سجل ايضا. فاست بريك المركز الصحيح. حلوه لخوليو ايجوتي 46-36. اذا ما ضاعت هذه الكره على فريق الشرطه راح نذهب الى التايم اوت اكيد. كره لريكان كيك ذا بول اوت. تدوير بالانسايد انتوان ويجنز تصويب بنجاح ايضا. موف ونقطتين من انتوان ويجنز. اللاعب يمتلك خبره كبيره يصل بفريقه للنقطه رقم 47. كره لخوليو محاولات دوران سبين والبلوك شوت. حلوه لانتوان. حلوه لانتوان هذا البلوك وايضا اللونج باس والنقطتين عن طريق ريكان عثمان الاسم الاكثر تداولا في الفتره الثانيه. جيد من النقاط يمكن ريكان في هذا اللقاء. احمد حمزه محاولات بالايد اليسار وبالخبره. احمد حمزه هذا اللاعب ايضا 7 نقاط. كره بالانسايد محاولات ريكان ايضا. جيمس جاستس حاضر بالاسيست وريكان يسجل. يوجد ارتداد دفاعي سريع من فريق التجاره استغل فريق الشرطه وسجل النقطتين عن طريق ريكان. كره لرينالد الاختراق بالريفيرس. ضاعت الكره ضاعت على فريق التجاره. كره لريكان ممكن بوينت. ضاعت الكره هنا الريباوند تحضر
القرار التحكيمي يقول الكرة تنتقل لمصلحة فريق التجارة. تبديلات أيضا حاضرة، دخول صفاء سليم فريق التجارة، أيضا دخول للاعب تايري كرامب فريق الشرطة. هذا ذو الفقار فاهم. دقائق 5 ثواني متبقية. خوليو محاولات الشرطة بالزون ديفنس، ممكن علاء سليم عنده نسب مرتفعة على مستوى الثري بوينت، لكن قرر أن يلعب لخوليو بالإنسايد. خوليو صافرة تحضر، خطأ لمصلحته، حاضر باللقطة الماضية، لمصلحة خوليو. شاهد سبين موف مع وجود الدبل تيم من أنتوان ويجنز وذو الفقار فاهم، والخطأ حاضر. أولى الرميات بنجاح، جود شوت، تصويبة جيدة. 51-39. الرمية الثانية ضاعت مصلحة اللاعب أحمد فرحان. تعود الكرة للقيثارة. أحمد إلى تايري كرامب، نقل الكرات أنتوان. أحمد فرحان أوبن شوت 3 بوينت ولأحمد فرحان. التخصص أيضا 7 نقاط لهذا اللاعب، 7 نقاط هناك ثلاثيتين حلوة لأحمد فرحان. أيضا لاعب يمتلك خبرة كبيرة وهو بالأساس لاعب شوتنج جارد ومصوب جيد. كرة لأحمد حمزة باليورو ستيب، تكتمل هذه اللقطة الجميلة لتعود الكرة للقيثارة. محاولات تايري كرامب، ريكان هنش الكرة باليد اليسار، ايزي باكت للأنشط جدا في هذا اللقاء. ريكان يعطي الأفضلية أكثر وأكثر، 56-39. كأن المباراة رايحة للوان سايد جيم، هذا اللي ما أتمناه أبدا، لا يتمناه الجمهور يشاهد هذا اللقاء. تعود الكرة كان درول، ضاعت على فريق التجارة. تيرن اوفر حاضر في هذه اللقطة. كرة من جديد، ريكان تدوير الكرات. ريكان من جديد، ممكن ياخذ الكرة على 3 بوينت على الارشر، تستغل المهارة بالبيهايند ذا باك الى انتوان. ممكن على 3 بوينت انتوان ويجنز، قصيرة ضاعت. والبوكس اوت من علاء سليم، لم الريباوند الدفاعي تتحول الهجوم تجارة. احمد حمزة حلو هالباص، واين الفينش؟ نعم رينالد بيكر. تين لمحترف فريق التجارة، 56-41. محاولات ذو الفقار فاهم، ريكان ذو الفقار من جديد، ممكن للدرايف على الباسكت. ريكان عفوا ذو الفقار فاهم يسجل بنجاح. ذو الفقار فاهم لاعب يتعرض لإصابة قوية جدا. الشاهدة اكيد هو عاد لعب مع فريق درب الدخان في دور الدرجة الأولى، وأيضا حاليا متواجد مع فريق الشرطة. خوليو أيضا يسجل باليورو ستيب، مهارة جيدة وعالية يمتلك هذا اللاعب، يعطي الأفضلية بالفينش. 12 نقطة لخوليو إيغوتي. آخر الثواني من عمر الفترة الثانية. أحمد فرحان الدخول والتسجيل. قبل التسجيل كان هناك فيك ولا أروع ولا أجمل من الواضح أمامنا بالصورة. الكرة تعود صافرة حاضرة، خطأ مصلحة التجارة، رميتين حرة لمصلحة رينالد بيكر. رميتين للاعب رينالد بيكر، الأولى بنجاح. ثواني وست أجزاء من الثانية المتبقية. الرمية الثانية أيضا بنجاح. آخر بوزيشن تايري كرامب المسؤولية ويسجل على البزر بيت. تعود الكرة والفقار، محاولة تحضر
خطأ لمصلحة اللاعب ذو الفقار فهد قبل انتهاء زمن الفترة. حلوة للاعب ذو الفقار اللي يحصل على ال3 رميات الحرة. شاهد على الإعادة. هذه الإعادة اللقطات السابقة، لكن القرار التحكيمي يقول هناك 3 رميات حرة لمصلحة ذو الفقار فاهم. هذا ما شاهدته قبل صافرة انتهاء الفترة الثانية. هذا تايري كرام أتى بديلا للاعب جيمس جاستس، هو صانع ألعاب حاضر في تشكيلة الكوتش خالد يحيى بالنسبة لفريق الشرطة في هذا الموسم. الشرطة والمعاناة على مستوى حصد اللقب من سنين عديدة، أكيد ابتعاد الفريق عن حصد لقب الدوري. ما هو القرار التحكيمي؟ الدكتور نزار علي يتحدث مع طاولة التحكيم. الأولى ضاعت على اللاعب ذو الفقار فاهم. ثانية واحدة متبقية على انتهاء زمن الفترة الثانية. ابتسامة حاضرة لذو الفقار فاهم. عودة الحكم نزار علي بعد الحديث مع طاولة التحكيم. إذن 3 رميات حرة. إشارة الحكم وهران حبيب. ذو الفقار الأولى بنجاح. الثانية أيضا بنجاح. تبقى 4 أجزاء من الثانية، تبقى على انتهاء زمن الفترة الثانية والشوط الأول. ثالث الرميات لذو الفقار فاهم. تصويب بنجاح، حسب مرتفع لهذا اللاعب. خلي أجزاء من الثانية حاضرة. من جديد تحضر، تبقى الثواني ولم تتحرك بسبب عدم لمس الكرة من أي لاعب من اللاعبين الحاضرين في هذا اللقاء، ومن نفس المكان يكون التنفيذ. هذا هو القانون في كرة السلة. ممكن أن يأخذ تصويبة صريحة فريق الشرطة على مستوى 3 بوينت. كرة ومحاولة بالإنسايد. الصافرة تحضر الآن من الفترة الثانية بتقدم القيثار. نادي الشرطة 63 نقطة، نادي التجارة 45. استراحة قصيرة ومن ثم العودة لتكملة أحداث هذا اللقاء. لا تذهبوا بعيدا، تكرموا بالبقاء معنا.
محاولة خوليو الانسايد، ضاعت الكرة الصافرة حاضرة، خطأ لمصلحة رينالد. رينالد يتحصل على رميتين حرة. الشرطة لغاية الآن في المرحلة الثانية 5 انتصارات مقابل 3 خسائر. انتصارات كانت على غاز الشمال، ايضا دربندخان، زاخو، الدفاع الجوي والكرخ، لكن نتيجة فريق دربندخان اكيد ما تنحسب كون الفريق انسحب من منافسات الدوري، لذلك هو عنده 4 انتصارات مقابل 3 خسائر. هذه نتاج القيثارة. 16 نقطة ايضا. نعود لاجواء هذا اللقاء. 16 نقطة لمصلحة رينالد بيكر في هذا اللقاء. 7 دقائق 46 ثانية متبقية. ماذا سيحدث؟ كرة بالانسايد، محاولات للقيثارة ضاعت من جديد بالانسايد، سجل بنجاح انتوان ويجنز، لكن الاسيست كان حاضر من ذو الفقار فاهم بالبيهايند ذا باك. رؤية جيدة جدا لذو الفقار فاهم باللقطة الماضية. كرة محاولة من جديد. خوليو يحصل على الخطأ، خطأ بإشارة من الحكم زيد رحيم، خطأ لمصلحة خوليو المحترف الأمريكي في تشكيلة فريق التجارة. شاهد الدبل تيم حاضر على هذا اللاعب، لكن يحصل على الخطأ. كرة لرينالد داون تاون، اون فاير هذا اللاعب، حلوة للاعب رينالد بيكر، ثالث الثلاثيات على التوالي. ولهذا اللاعب 19 نقطة. فاير رينالد، وايضا تايريك رامب يرد بسرعة. 2 بوينت 69 55 النتيجة. كرة لرينالد، تدوير الكرات احمد حمزة للكورنر، ضاعت الكرة. الكرة تستقر مع فريق الشرطة. تايريك رامب، محاولات للعبور. كرامب كيك ذا بول اوت. ريكان تهدئة الاوضاع، نقل الكرات. احمد فرحان، احمد ممكن الاختراق، حاول بالاسيست. الكرة ضاعت على فريق الشرطة مع وجود تيرنوفر. استغرب ايضا مدرب الفريق خالد يحيى من اللقطة الاخيرة. الفكرة حلوة لكن التنفيذ غير جيد. 69 55 النتيجة. تعود الكرة لفريق التجارة. رينالد بيكر اون فاير هذا اللاعب، محاولات، ضاعت الكرة لكن يكمل عليها اللاعب علاء سليم. حلوة يا علاء، تمركز الصحيح اسفل السلة، اعطى الافضلية لهذا اللاعب. ضاعت الكرة ايضا على فريق الشرطة. هجمة مهمة جدا للتجارة، اكيد بانتظار تخليص الفارق. خوليو يربح الخطأ من ذو الفقار فاهم، اخذ الستيبس والخطوات بطريقة رائعة لاعب خوليو. شاهد على الإعادة، خطأ لمصلحة خوليو ايغوتي، اذا خطأ بإشارة من الحكم وهران حبيب. خوليو على خط الرميات الحرة، 2 شوت، رميتين، الأولى ضاعت. خوليو أيضا أضاع الرمية الثانية. تعود الكرة للقيثارة، الفريق المبتعد عن اللقب أكيد ويمتلك 3 ألقاب على مستوى الدوري. كرة بحيازة تايريك رامب، محاولات ضوء الفقار، نايس فيك، دخول بالانسايد، كرة ضاعت على القيثارة. هذا من جديد الفكرة كانت جميلة والتنفيذ غير جيد. انتظر ذو الفقار فاهم اي لاعب ان يسوي كات على مستوى الباك دور، لكن لم تكتمل اللقطة الأخيرة. تعود الكرة لفريق التجارة. صفاء سليم، صفاء ممكن الداون تاون، اون فاير ايضا. صفاء سليم لاعب الخبرة، يمتلك اكسبيرينس عالية جدا هذا اللاعب الواضح امامنا. ولصفاء
63 ناجح ايضا. خوليو شوت تايم، سلام دانك حاضر. كينج خوليو يسجل بنجاح، يحترف الفريق بعد دفاع مثالي جدا. شاهد على الاعاده all the way، يسجل بنجاح. ايزي سلام دانك، اكيد لاعب طويل القامه. اذا احبه المتابعين والمشاهدين، يتقلص الفارق حاليا. الشرطه 69 62 التجاره مع وجود تايم اوت ووقت مستقطع. العودة من جديد أحبة المتابعين والمشاهدين، عودة كبيرة وكامباك بالنسبة لفريق التجارة. العودة من الباب البعيد، تقليص الفارق بعد ثلاثية صفاء سليم والإسلام دانك عن طريق خوليو. كرة بحيازة الشرطة بعد التايم اوت، ماذا سيحدث؟ جيمس جاستس ممكن أن يأخذ التصويب من أي مكان هذا اللاعب. كرة لأحمد فرحان، كاتش اند شوت، ضاعت الكرة. أين الريباوند؟ ريباوند لمصلحة التجارة. رينالد بيكر، رينالد تهجئة الأوضاع، لاعب البوينت جارد صانع الألعاب إلى علاء سليم. ممكن علاء على 3 بوينت، حلوة لعلاء سليم، صاروخ بالتوجيه الليزري. وللاعب السنتر يتحمل المسؤولية في هذه التصويبة. 13 نقطة للاعب علاء سليم، بس الفارق يعود من جديد. الشرطة بحاجة إلى النقطتين، وأنتوان ويجنز على الموعد. نقطتين حاضرة من أنتوان ويجنز، يسجل لاعب الباور فورورد في تشكيلة فريق الشرطة. 61-64 تبقى النتيجة متقاربة. أكيد هذا ما أطمح إلى آني وأن أشاهده. تقارب النتيجة أمر مهم من أجل الاستمتاع. صفرة تحضر وتيرنوفر على لاعب الخبرة علاء سليم. أكيد اللي يعتذر من زملائه، أكثر شيء مكروه في عالم كرة السلة هو التيرنوفر، دائما ما يؤثر على نتيجة المباريات. كرة لجيمس جاستس، لا أزال أعتقد أنه هو لم يدخل أجواء اللقاء مع وجود صافرة وخطأ هجومي أوفنسيف فاول. هذا الخطأ كان على اللاعب محمد صلاح. كوتش علي عبد الله مدرب فريق التجارة مستمر بالتوجيهات. كرة لأحمد حمزة، محاولات علاء سليم، ممكن على الباك تو باك 3 بوينت، ضاعت الكرة. الريباوند حلوة لجيمس جاستس، شاهد البيسبول باص والنقطتين. ريكان عثمان، بصمة حاضرة لهذا اللاعب، لاعب اللي يحمل الرقم 11، اكيد هو اون فاير منذ بداية هذا اللقاء. حلوة لريكان، تعود الكرة، صفاء سليم ممكن 3 بوينت، ضاعت الكرة. شاهد التحولات الهجومية، ريكان على الباك تو باك ايضا 2 بوينت. الران جيم يسجل فريق الشرطة. كلاكيت ثاني مرة، ريكان عثمان ايضا يسجل. 75-64 ماذا سيحدث في هذه الهجمة؟ خوليو حاول، ضاعت الكرة. الصفرة تحضر، خطأ ورميتين حرة للواضح امامنا بالصورة. ايضا عودة حسن عباس للتشكيل الخماسي في تشكيلة فريق التجارة. رميتين حرة لمصلحة خوليو.
التجارة القادم من فوز ثمين أيضا على الكرخ. الكرخ اللي يمر بحالة عصيبة جدا، أكيد استخدام محترفين جدد للفريق، أكيد أوغالو وليفي برادلي. بالنسبة لتشكيلة فريق الكرخ كوتش عقيل نجم، محاولات لعمل الابديت بالنسبة للفريق، محاولات اللحاق بنتائج المباريات في المرحلة الثانية. يسجل علاء سليم بالتوب شات، طريقة صعبة جدا يسجل بها الواضح أمامنا بالصورة. تحدثت أكثر من مرة عن هذا اللاعب منذ بداية الموسم، اون فاير دائما ما يكون هو اللاعب الأفضل على مستوى المحليين. كرة تعود لأحمد فرحان، أحمد كرة على البيك اند رول، نورس محاولات أسفل السلة، كرة بحيازة التجارة، حلو الدفاع الأخير، تحول الهجومي. رينالد بيكر، رينالد بحث عن زميل، محاولات حسن عباس، فيك، باقر الصفاء على 3 بوينت، حلوة للاعب باقر الصفاء قادم من البنش لكن يسجل بطريقة رائعة جدا. حلوة للباقر صفاء، تقليص الفارق يعود من جديد. والكوتش علي عبد الله اشراك اكثر عدد من اللاعبين واستغلال اللاعب باقر صفاء، لاعب صانع الالعاب. كرة لرينالد من الداون تاون، ضاعت الكرة ان اوت، ريباوند هجومي. علاء سليم اسفل السلة، ستيل ناجح، سرقة الكرة من جيمس جاستس، تعود الكرة الفاست بريك، ريكان يحصل على الخطأ هذه المرة. 200 حرة للاعب ريكان عثمان. شاهدنا هذا اللاعب اكثر من مرة يسجل على الفاست بريك. تحدثت انه بالنسبة للارتداد الدفاعي بالنسبة لفريق التجارة دائما ما يكون بطيء، لذلك شاهدنا نزيف عالي من النقاط على مستوى الفاست بريك، والنقاط كانت بإمضاء اللاعب الواضح أمامنا بالصورة ريكان عثمان. أيضا عودة الحكام لتقنية الIRS. شاهد أيضا مشرف اللقاء حاضر الدكتور وليد الزبيدي. عودة حكام اللقاء لمشاهدة الحالة الأخيرة. هل هناك فليجرنت فاول، خطأ متعمد؟ أكيد هو من الأخطاء الشائعة في عالم كرة السلة، وجزاء دائما ما يكون رميتين وحيازة. هل رينالد بيكر ارتكب الخطأ المتعمد؟ يبقى القرار الأول والأخير لحكام اللقاء. إذن إشارة الحكم كابتن زيد رحيم، نورمال فاول، خطأ طبيعي، رميتين حرة للاعب ريكان عثمان، لكن تشاهد الفارق تقلص. 5 بوينت، 75-70. حلوة للتجارة هذه العودة، جود كام باك، عودة جيدة وسريعة خاصة بأداء جيد في بداية الفترة الثالثة. أولى رميات ريكان بنجاح، ايده حلوة على السلة هذا اللاعب، ستايله ايضا جميل جدا. اللاعب القادم من نادي نفط الشمال، ثاني رميات بنجاح ايضا، تصويبتين ناجحة لهذا اللاعب، 24 نقطة، افضل المسجلين الى غاية الان. كرة لرينالد بيكر، رينالد بالفلوتر علاها وحاول على الباك بورد، ضاعت. تعود الكرة أحمد فرحان، تهدئة الأوضاع، جيمس جاستس، خطير هذا اللاعب على مستوى الثري بوينت. كرة بالإنسايد، أنتوان ويجنز، نقطتين، جود موف لهذا اللاعب، أخذ البوزيشن بطريقة رائعة. ولأنتوان ويجنز 79-70. كرة مع حسن عباس، محاولات علاء سليم، تصل إلى خوليو، ممكن على 3 بوينت يا خوليو، ستيب باك، تصويب، ضاعت الكرة، ضاعت على خوليو ايغوتي محترف فريق التجارة، لتعود لي دبل جي جيمس جاستس، لاعب عنده مسيرة كبيرة
في الدوريات الأوروبية والخليجية. جيمس جاستس محاولات بالسكيلز والمهارة، العبور، كرة بالانسايد، أنتوان هذا هو مكان المعهود دائما على الباك دور. حاضر هذا اللاعب، نقطة ال19 في هذا اللقاء. حلو هالأداء لفريق الشرطة، الصحوة النسبية حاليا. إذن أحبتي المتابعين والمشاهدين 81-70 هي النتيجة الآن. هذه بعض الكرات الجميلة واللقطات من ريكان عثمان وبقية اللاعبين. مرحبا بكم من جديد أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. العودة لتكملة أحداث هذا اللقاء، يشير إلى تقدم القيثارة بفارق ل 11 نقطة. أولى المحاولات لجيمس جاستس، سجل بنجاح، كانت قدمه على الآرك، هذا احتسب الحكم. نعم، نقطتين لمصلحة جيمس جاستس. 83-70 النتيجة. مباشرة ذهبنا لفارق ال 13 بوينت، بداية الفترة الرابعة. كرة لأحمد حمزة، كاتش اند شوت، ضاعت الكرة على مستوى ال 3 بوينت. ثاني الفرص أحمد حمزة، تهدئة الأوضاع، خوليو بالإنسايد، ضاعت الكرة، ضاعت على فريق التجارة لتعود لدبل جي. جيمس جاستس كويك شوت، ضاعت أيضا. حين الريباوند كان عثمان يؤمن الريباوند الهجومي. ثاني الفرص جيمس جاستس، جيمس على البيك اند رول، نورس، احمد فرحان، نايس بول موفمنت، وال 3 بوينت ضاعت من انتوان ويجنز. تدوير مثالي للكرة في الهجمة الماضية، لكن الفينش غير حاضر. تعود لرينالد بيكر بطريقة صعبة جدا، يسجل هذا اللاعب. دوران والتصويب والتسجيل ولهذا اللاعب المحترف. توجيهات تستمر من الكوتش علي عبد الله. جيمس جاستس درايف، يسجل بنجاح. جيمس جاستس حاول خوليو بالبلوك شوت، لكن جيمس يفنش الكرة بطريقة رائعة. النقطتين ايضا حاضرة، لكن الصافرة تحضر. خطأ لمصلحة رينالد بيكر. حرة لمحترف فريق التجارة. خالد يحيى 6 ألقاب متتالية على مستوى الدوري كمدرب مع فريق النفط، رقم كبير جدا على مستوى الألقاب للمدرب الكوتش خالد يحيى. هذه الكرة الأخيرة خطأ لمصلحة فريق التجارة. أولى الرميات بنجاح. ثاني الرميات أيضا بنجاح. حلوة للاعب رينالد بيكر، 29 نقطة، رقم جيد، رقم شخصي جيد على مستوى التسجيل منذ بداية هذا اللقاء. كرة تعود للقيثارة. جيمس جاستس بالهاند اوف، يبحث عن زميل. كان عثمان ممكن، محاولات لنورس، دوران، صافرة تحضر، تريفلينج فايوليشن، مخالفة المشي بالكرة حاضر على اللاعب نورس ضرار، اللي غير قدم الارتكاز باللقطة الأخيرة. أكيد هذا هو القرار التحكيمي، شاهد وأخذ الستيبس. يبقى أكيد القرار الأول والأخير لحكم اللقاء. نعود من جديد. رينالد بيكر، ضاعت الكرة. خوليو محاولات لتكملة الكرة لكنها ضاعت. ريكان عثمان ممكن الدخول، يورو ستيب، ضاعت هذه الكرة الصعبة جدا. تتحول للتجارة. رينالد، أحمد حمزة ممكن على 3 بوينت، ضاعت الكرة. الريباوند
ريباوند لمصلحة أنتوان ويجنز. تهدئة الأوضاع من جيمس جاستس. قاعد اسمع المدرب خالد يحيى يطلب من الفريق ان يفر الكره يلعب على 24 ثانيه، لكن لجيمس جاستس كلام اخر. سجل بالاند وان ايضا يحصل على فرصه الرميه الاضافيه. اختراق جيد من هذا اللاعب الواضح امامنا بالصوره. 9 نقاط الى غايه الان وتنتظره رميه اضافيه واحده. الرمية الإضافية بنجاح. الستايل هذا اللاعب أثناء التصويب توافق عصبي عضلي مثالي يمتلكه جيمس جاستس. كرة لمصلحة التجارة. رينالد بيكر. أحمد حمزة الاختراق. كرة ومحاولة على 3 بوينت ضاعت من اللاعب الباقر صفاء. ضاعت على فريق الشرطة أيضا. تعود الكرة. أحمد حمزة توقف التصويب. تحمل المسؤولية في هذه التصويبة اللاعب الخبرة. تحدثت عن اسمه أكثر من مرة. أحمد حمزة نجم منتخباتنا الوطنية والعسكرية سابقا. حمزة عبيد حاضر أكيد. أحمد حمزة في هذا اللقاء. كرة لنورس ضرار بالسكوب لياب. اختراق جيد في اللقطة الماضية. نورس ضرار أيضا يسجل. 90-77. نورس راح على 17 نقطة حاليا بالرصيد الشخصي. تعود المحاولة. الصافرة تحضر. خطأ لمصلحة فريق التجارة. خطأ لمصلحة فريق التجارة. خطأ جيد من الحد الجانبي. فارق ليس بالكبير. 6 دقائق 20 ثانية متبقية. كرة لرينالد إلى علاء سليم. ممكن يا علاء الاختراق. ضاعت الكرة بطريقة صعبة جدا. تحولات. الصافرة تحضر. ما هو القرار التحكيمي؟ هل هناك تكنيكال فاول؟ خطأ فني. هل هو على اللاعب علاء سليم؟ نعم. الاعتراض على القرار التحكيمي. كان يبحث على الخطأ في الهجمة الماضية. اللاعب علاء سليم. توقف المباراة حاليا بعد خطأ فني على اللاعب علاء سليم لاعب فريق التجارة. علاء سليم مستمر بالحديث مع حكام اللقاء. في تدخل من الستاف كوتشنج الحاضرين في فريق التجارة. مدير الفريق أيضا تواجد مساعد المدرب الكوتش حسام عبد المطلب. إذن الإشارة كانت خطأ. تكنيكال فاول. إذن هو استبعاد للاعب علاء سليم. استبعاد اللاعب علاء سليم وصعوده على المدرجات حاليا. أكيد خسارة فريق التجارة وخسر خدماته في هذا اللقاء المهم جدا. كرة تبقى بحيازة فريق الشرطة. قبل التكنيكال فاول كانت الحيازة مع فريق الشرطة، لذلك راح تلعب الكرة من الحد الجانبي. محاولات جيمس جاستس. علي عبد الله يتحدث ومستمر بالحديث إلى غاية الآن. لا نعرف ما ستؤول إليه نتيجة هذا اللقاء. جيمس جاستس أضاع الكرة بالدرايف، لكن الأنشط جدا ركان عثمان يؤمن الفرصة الثانية. تعود الكرة لجيمس جاستس، ممكن من الداون تاون. جيمس تصويب قصيرة ضاعت. محاولات
رينالد بيكر. رينالد درايف على الباك بورد، ضاعت الكرة، ضاعت على اللاعب المحترف لتعود الكرة للقيثارة. ريكان عثمان، تهدئة الأوضاع والتدوير. أول ضرار، نايس فيك، لم تكتمل هذه اللقطة الجميلة جدا. خوليو يؤمن الريباوند الدفاعي. اقتربنا من انتصاف الفترة الرابعة، فترة الحسم. ماذا سيحدث؟ أحمد حمزة طريقة صعبة جدا، أضاع الكرة الأخيرة. تعود الكرة للقيثارة، فريق الشرطة. نورس ضرار، محاولات جيمس جاستس، يسجل بنجاح نقطتين. اللاعب الواضح أمامنا بالصورة، 12 نقطة إلى غاية الآن. أكيد أنا تحدثت أن هذا اللاعب يمتلك مستوى أقوى، لكن في هذا اللقاء لغاية الآن هو سجل 12 نقطة فقط. أيضا وجود خطأ ورميتين حرة لمصلحة رينالد بيكر. مباراة متقلبة الأداء بين الفريقين. شاهدنا عودة لفريق التجارة، الفارق نزل إلى ال5 نقاط، وبالتحديد عندما وصل السكور لل70-75. لكن قبل نهاية الفترة الثالثة شاهدنا أيضا عودة كبيرة وتوسعة الفارق من فريق الشرطة. رينالد ثاني الرميات ضاعت. كرة تعود لنورس ضرار، قيثارة، باونس باص بالانسايد. ريكان عثمان راح يعبر حاجز ال 30 نقطة في هذا اللقاء. 26 نقطة لهذا اللاعب، أداء جيد ومثالي للاعب ريكان عثمان إلى غاية الآن. تعود الكرة للتجارة، محاولات على 3 بوينت، تسجل بنجاح مصطفى علم. تسويبة أكيد بها بعض الحظ، والتصفيق حاضر والابتسامة من الكوتش علي عبد الله. 4 دقائق 14 ثانية متبقية. جيمس جاستس، قيثارة، جيمس لاعب التوب، لاعب البوينت جارد، صانع الألعاب، محاولات بالانسايد، نايس اسيست. أنتوان، ضاعت الكرة، نقل كرات خرافي باللقطة الأخيرة، لكن اللقطة لم تكتمل. رينالد يحاول all the way، يحصل على الخطأ. رميتين حرة لمصلحة رينالد بيكر. فارق ال14 بوينت حاضر حاليا، 94-80 هي نتيجة هذا اللقاء. هذا أنتوان ويجنز لاعب فريق الشرطة. أنتوان ويجنز إلى غاية الآن 19 نقطة سجل هذا اللاعب. بالنسبة للاعب رينالد بيكر 30 نقطة. التصويبة الأولى بنجاح. تفوق مستمر بالنسبة لفريق الشرطة في هذا اللقاء. إذن الإشارة نو سكور، لم تحتسب الرمية الثانية، على اعتبار أنه قدم اللاعب رينالد بيكر كانت على الآرك الخاص بالرميات الحرة. نقطة سهلة ضاعت على اللاعب رينالد بيكر. تعود الكرة للشرطة. متى ستحل عقدة الألقاب بالنسبة لهذا الفريق؟ ريكان عثمان اون فاير من الكورنر. حتى أنا ابتسمت على هذه التصويبة. لاعب عنده ستايل رائع جدا، عنده المهارة، عنده القدرة. أكيد في سنة من السنين شاهدناه استقطب إلى المعسكر تدريبي بالنسبة للمنتخب الوطني. اعتقد في ذلك الوقت كان مدرب الفريق والكوتش مصطفى دارين، مدرب التركي. تحدثت عن الشرطة وعقدة الألقاب. أكيد 3 ألقاب دوري لهذا الفريق، موسم 94-95 مع الكوتش جبار كامل، موسم 95-96 مع حكمة محمود نديم، أكيد المدرب القدير. وآخر الألقاب كانت مع المدرب التونسي ماهر خنفير. إذن غياب واضح لفريق الشرطة منذ مواسم عديدة. أكيد كان هو الند بالنسبة لفريق النفط. حاليا النفط انسحب
لكن الشرطة يعاني أكيد مع تواجد الدفاع الجوي حامل لقب الدوري في الموسم السابق. نعود لأجواء اللقاء. خوليو يحصل على الخطأ. رميتين حرة للواضح أمامنا بالصورة. اللاعب اللي يحمل الرقم 13 و13 15 نقطة لخوليو. خطأ بارتكاب من اللاعب نورس ضرار. الرمية الثانية بنجاح. تخلص الفارق حاضر 3 دقائق 5 ثواني متبقية. جيمس جاستس في صناعة اللعب. جيمس يمتلك بول هاندنج على مستوى عالي. كنترول مثالي بالكرة لجيمس جاستس. كرة على اللو بوست. نورس يحصل على الخطأ. خطأ بارتكاب من اللاعب مصطفى علم. كرة من الحد الجانبي لمصلحة فريق الشرطة. محاولات نورس. كرة ايربول ضاعت. ثاني المحاولات اون فاير. ريكان ضاعت الكرة. ضاعت على اللاعب ريكان عثمان. تعود الكرة لرينولد. نايس كروس اوفر ونايس فينش على مستوى الثري بوينت بالانكل بريكر. لقطة رائعة جدا. قلما تشاهد هذه اللقطات دائما ما نشوفها اكيد بالان بي اي في دوري الجامعات الامريكي ايضا في اليورو ليج. حلوه لرينالد بيكر اللقطه الماضيه. كره لعلي عباس قصيره ضاعت. علي عباس في اول دخول له في هذا اللقاء. كره تعود رينالد تصويب للداون تاون تقلص الفارق. حلوه لفريق التجاره. دقيقتين 5 ثواني 38 نقطة لمصلحة رينالد بيكر. عالي جدا لمحترف فريق التجارة. كرة بالانسايد علي عباس. بلوك شوت حاضر من خوليو. نوت ان ماي هاوس. الصحوة حاضرة في لحظات حاليا. رينالد نايس كروس اوفر. حاول على الباك تو باك. حلوة ايضا لجيمس جاستس. هذا الريباوند رغم فارق الطول لمصطفى علم. لكن جيمس جاستس بجامب ولا اروع ولا اجمل على مستوى الريباوند الدفاعي. دقيقة 39 ثانية متبقية. 97 88. تايري كرامب. تايري محاولات. كرة بالانسايد. العدوان يسجل. البديل الحاضر والواضح امامنا بالصورة. علي عباس ويا علي اخذ السبيس واخذ المساحة الكافية تسجيل هذه النقطتين بعد اسيست رائع. 99 نقطة للشرطة وهو نفس رقم اللاعب المصوب حاليا علي عباس اللي اضاع فرصة الاند وان. لكن تبقى ثاني الفرص لمصلحة القيثارة. جيمس جاستس. محاولات نورس. نايس فيك. ريكان بول موفمنت مثالي. الصافرة تحضر. 24 سكند فايوليشن. مخالفة 24 ثانية حاضرة في هذه اللحظات. انتقال الحيازة لمصلحة فريق التجارة. أكيد في القانون يجب أن تصوب في وقت أقل من 24 ثانية. هذا هو قانون كرة السلة. نعود لرينالد بيكر. ممكن من الداون تاون. اون فاير هذا اللاعب محترف الأمريكي رينالد بيكر. تقليص الفارق 99 91. ممكن عودة فريق التجارة في أي لحظة من اللحظات. 46 ثانية متبقية. جيمس جاستس ممكن الرد أيضا على 3 بوينت. ضاعت الكرة. هنا الريباوند. رينالد اون فاير هذا اللاعب. محاولات ممكن على 3 بوينت لكن بلوك شوت رائع جدا. اعتراض دفاعي من جيمس جاستس. تعود الكرة مصطفى علم. ممكن على 2 بوينت. ضاعت الكرة لما الريباوند جيمس جاستس. تهدئة الأوضاع. آخر ثواني هذا اللقاء.
الشرطة يحسم نتيجة هذا اللقاء. آخر الثواني. المباراة تنتهي بالفير بلاي على الطريقة الأمريكية. تبقي 5 ثواني، لكن يأبى الفريقين من التصويب على أحد السلات. كانت الصافرة حاليا أحبة المتابعين والمشاهدين تنهي أحداث هذا اللقاء. أكيد كان هو وان سايد جيم لمصلحة فريق الشرطة. قيثارة ينجح بالفوز. ألف مبروك لفريق الشرطة وهارد لك لفريق التجارة. إذا أحبة المتابعين والمشاهدين 99 نقطة مقابل 91.